حياكم الله ومرحبا. خلينا نشاهد هذا المقطع. الواد المتنبي، شنو هي غلطة عمرك؟ إذا رجع بيك الوقت مرة ثانية ما راح تعيدها. ما راح أعيد الزواج. أنا هسه حاليا. هاي ايش بيكم اليوم على الزواج؟ شو كلها ما تريد تتزوج؟ ليني ليش؟ ليش؟ ليش إنه تعتبر الزواج غلطة عمر؟ صار لي 10 أيام أنام بالفندق. على شنو؟ على مو شغلة عجين، خربت معجانة عجين. يابا أجيب لك جبوني يا حبيبتي. لا، زعلت علي. أنت خربت العجين، شو لك علاقة أنت بالعجين؟ الصبح من نقعد قبلها كل مرة بالعشرة الصبح عاجنة، هي ب 12 تقعد خبزة، احنا ناكل إلا من دينا. فذاك اليوم قعدت بالسبعة الصبح، ما نسيت اقولها يا بالسبعة سويت، بقى ال 12 لقيتها محمض العجين. زعلت عليه، طلعت من البيت والبيت باسمها. هي طلعت لو أنت طلعت؟ والله. اي والله. حاليا أنت بالفندق؟ بالفندق صار لي يوم 11 يوم راح يصير. يعني هي ما تقبل أنت ترجع له؟ شنو الوضع؟ ما تقبل لان البيت باسمها. بيتك هو لو هي بيتها؟ بيتها. حياكم الله ومرحبا. إلى نهاية المقطع. طبعا في نهاية المقطع الأخت اللي تقدم البرنامج تقول هذه مناشدة لمزهراء أن ترجع أبو زهراء، ويعني مسويتها مناشدة. الآن أنا في رسالته هذه أنا لا مختلف على العجين مال أبو زهراء، ولا مختلف أنا أبو زهراء 11 يوم بالفندق، ولا مختلف على أي شيء من هذا أبداً. لكن للأسف الشديد أنا مختلف عن الإعلام العراقي إلى أي حضيض وصل. شنو الغاية أنه أنتم لما تبثون هيج؟ وين الرسالة من ذلك؟ وين الغاية؟ غير أنه تجعلون هذا الرجل اللي حكاها هيك، يعني حكاها خطيئة باحتقان، محتقن وحكاها، تخلوه هذا إلى عمره، إلى نهاية عمره أن يكون عبارة عن مسخرة، وتحولون زوجته إلى دكتاتورية، وما نعرف شنو أسرار عائلتهم. أي إعلام مقرف، أي إعلام مليء بالسخافات. ما أنتم شفتوا هذا الكلام مو صح، من المفترض ما أبثه، من المفترض ما أعرضه. ما أعرف ليش هيك الإعلام إلى أي انحطاط يصل، وشنو الرسالة من عندها لما أنت تبث لي هيك كلام وهيك منطق وهيك. شنو الرسالة اللي تريد توصلها للمجتمع؟ للأسف الشديد الإعلام العراقي يوم بعد يوم اللي للأسف يدخل إلى عوائلنا وإلى بيوتنا يوم بعد يوم يثبت أنه إعلام بلا أخلاق، بلا رسالة، بلا وعي، بلا إدراك. فعلى الدنيا العفا. أتمنى منكم أن تقاطعوا أي إعلام وأي إعلامي يكون بمستوى غير محترم. دمتم سالمين وحياكم.